أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من رمضان حول العالم من تاريختولوجي. رحلتنا النهاردة لجنوب شرق آسيا، وبالتحديد لدولة ميانمار أو بورما. العدد المسلمين فيها لا يتعدى 4% بس من إجمالي سكان الدولة، اللي بيبلغ تقريبا 54 مليون نسمة. خليكم معانا وأهلا وسهلا بيكم في ميانمار. بيبدأ الاستعداد في ميانمار لشهر رمضان تقريبا من أول شهر شعبان بتوفير السلع الغذائية اللازمة. وبالرغم من الصعوبة اللي بيواجهها المسلمين هناك في الموضوع دوت، بسبب إن أغلب التجار بوذيين ونسبة كبيرة منهم عنصريين، وبيبيعوا للمسلمين بأسعار غالية جدا عن الطبيعي، إلا إن دوت ما بيفقدش المسلمين متعة التحضير للشهر الكريم. بيهتم المسلمين هناك مش بس بتزيين الشوارع، لأ وكمان تزيين البيوت، وبيكتر في رمضان حلقات الذكر وتفسير القرآن في المساجد والبيوت كمان. للأسف الحكومة هناك ما بتهتمش بالإعلان عن شهر رمضان، اللي بيخلي المسلمين في ميانمار يطلعوا الجبال بنفسهم عشان استطلاع هلال شهر رمضان الكريم. شافوا الهلال خير وبركة، ما شافوهوش بيضطروا يستنوا الأخبار من أي بلد من البلاد اللي جنبيهم زي ماليزيا أو بنجلاديش ويبدأوا يصوموا معاهم. بيحرص المسلمين في ميانمار على قراءة القرآن بالنهار وصلاة التراويح بالليل. وبالرغم من ان المسلمين هناك يعتبروا قلة، لكن عدد المساجد هناك معدي 3000 مسجد، وكلهم تقريبا بيكونوا مليانين، ودوت بسبب ان المساجد دي اغلبها مساحتها صغيرة جدا جدا. وبسبب صغر المساجد هناك، فصلاة الجمعة طابع خاص جدا في رمضان وكمان في الايام العادية، فممكن تصلى صلاة الجمعة على 3 أو 4 مرات في نفس الجامع، ودوت بسبب صغر المساجد وزيادة عدد المصلين. وبيشتهر المسلمين هناك بلبس الجلابية البيضاء والطاقية للرجالة والأطفال، أما السيدات فبيلبسوا العبايات، ودوت لأن هما برا رمضان بيلبسوا الملابس العادية اليومية. ومن العادات المميزة جدا جدا هناك إن كل يوم قبل أذان الفجر بساعة أو 2 بيقوم المؤذنين في المساجد وبيقولوا: يا أهل الخير والإيمان قوموا للسحور. مش بس كده، لأ وكمان بيلف مجموعة من الأطفال ويقفوا قدام كل باب بيت مسلم يغنوا أغاني رمضان لحد ما صاحب البيت يرد عليهم بأنه صحي، فيسيبوه ويروحوا البيت تاني، وهكذا. والختم القرآن الكريم هناك طابع خاص جدا، فمسلمين ميانمار أو بورما بيختموا المصحف تقريبا مرة كل أسبوع، يعني 4 مرات خلال الشهر الكريم. ولتدريب الأطفال على الصيام بيخلوهم يصوموا من الفجر لحد الظهر، وبعد كده يفطروا، ثم يرجعوا يكملوا صيام تاني من الظهر لحد المغرب. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة ميانمار. أتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو أول مرة تشرفونا في القناة فمتنسوش الاشتراك واللايك، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.